السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول حلقة من كورس إزاي تبدأ وتكسب من إنستجرام. النهاردة معانا موضوع مهم جدا لأي حد عايز يشتغل أونلاين ويبدأ يبيع منتجات على إنستجرام. هنتكلم النهاردة عن أفضل المجالات الأكثر مبيعا على منصة إنستجرام. السؤال اللي دايما بيتسأل هو أبيع إيه؟ وأبدأ منين؟ وإيه هو المجال اللي ينجح؟ الإجابة بكل بساطة، أنت مش لازم تبتكر عجلة جديدة. في مجالات أثبتت نجاحها على مدار سنين وبتكسب لحد دلوقتي. خلينا نبدأ مع بعض ونفهم إيه هي المجالات اللي بتحقق مبيعات عالية على إنستجرام ونحللهم واحد واحد بالتفصيل. المجال الأول معانا هو مجال التجميل والعناية بالبشرة. ده طبعا من أكتر المجالات اللي بتتحرك بسرعة على انستجرام، لأن طبيعة منصة انستجرام مرئية، بتحب الحاجات اللي فيها تغيير في الشكل والنتيجة. المنتجات دي طبعا بتجذب الناس. ليه؟ لأنها بتمس احتياج شخصي عند الإنسان. زي مثلا أنا عايزة شكلي يتحسن، ده بيخلي العميل يشتري بإحساس مش بس بمنطق. الناس طبعا بتحب تشوف العميل أفتر أو بيفور وأفتر، يعني الناس بتحب تشوف العميل قبل ما يستخدم المنتج بتاعك وبعد ما يستخدم المنتج بتاعك. فدايما حاول توضح ده للعميل. لازم تنزل ريفيوهات، لازم يكون عندك ناس حقيقية بتجرب وتتكلم. اللي هيميزك في المجال ده على المنصة ان انت لازم تكون عارف مكونات المنتج بتاعك وتأثيره الحقيقي، ولازم برضو تعمل فيديوهات تعليمية للعملاء. ازاي استعمل المنتج وامتى الاحظ الفرق بعد الاستخدام. يعني خليك صريح مع جمهورك، لان المصداقية بتدي ثقة للعميل، والثقة طبعا بتجيب مبيعات. ده بالنسبة للمجال الأول. المجال الثاني والناجح على منصة انستجرام هو مجال الملابس والفاشون. الموضة طبعا دايما شغالة، ومفيش ست أو راجل مش بيدور على لبس جديد يشكل له ستايل معين. الملابس كمنتج بتتباع لما الصورة تعبر، يعني لازم تصور اللبس على حد شكله قريب من جمهورك وتوضح الستايل على الحقيقة. اللي ينجحك في المجال ده ان انت لازم تهتم جدا جدا بالتصوير والموديل والإضاءة، والباك جراوند بتاعك تكون نظيفة. لازم تفهم الموسم، يعني الصيف غير الشتاء، والأوكازيونات طبعا بتكون فيها فرص ذهبية. لازم يبقى عندك عروض متعددة، يعني اشتري مثلا قطعتين وخد خصم. ده طبعا بيفرق جامد في قرارات الشراء عند العميل. المجال الثالث هو مجال الأحذية والشنط. ده باختصار مجال مربح جدا، خصوصا لما تستهدف جمهور معين زي البنات أو الشباب أو الأطفال. الناس طبعا بتحب الشكل، بس كمان بتسأل على الخامة، الراحة، المقاس، وهل المنتج زي الصورة. ده طبعا مهم جدا. لازم ترد على استفسارات المقاسات بكل وضوح. لازم تصور كل الزوايا بوضوح، مش صورة واحدة والسلام. يعني بمعنى أصح خليك مرن في التبديل والاسترجاع كمان، لأن ده طبعا بيطمن الناس. المجال الرابع وهو مجال الديكور المنزلي. البيت دلوقتي ما بقاش مجرد مكان وخلاص، البيت بقى ستايل حياة. خصوصا بعد كورونا الكل عايز يجمل بيته بأفكار بسيطة وسعر مناسب. يعني منتجات الديكور لازم توصل للجمهور كإحساس مش كمنتج بس. يعني شوف ازاي اللمبة دي بتغير جو الأوضة، الشمعة دي مش بس شكل، ريحتها بتخليك تهدى. فدي الجمل اللي انت لازم تستخدمها لما تعرض منتجاتك الخاصة بمجال الديكور المنزلي. لو انت قدرت توصل الإحساس ده للناس هتبيع كويس جدا في المجال ده. المجال اللي بعده هو مجال التعليم والكورسات. في ناس كتير هتقول ان مجال التعليم والكورسات
ما بيمشيش كويس على منصة انستجرام، أو مش هو المنصة الأولى. أنا بقى لأ، هقول لك إن الناس دلوقتي بتبيع مبيعات بشكل عالي جدا في مجال الكورسات على منصة انستجرام. الناس دلوقتي بقى عندها وعي وبتدور تتعلم أونلاين أكتر من زمان. لو أنت عندك مهارة معينة تقدر تبيعها في صورة كورس أو حتى جلسة واحدة، المجال ده صدقني هيشتغل جدا على المنصة، بس لازم تسوق له صح. يعني في مجالات كتير جدا خاصة بالكورسات، زي اللغات أو التصميم والجرافيك، البرمجة والمونتاج، الذكاء الاصطناعي وأدوات الأونلاين مثلا. بس عشان تعرف تسوق للمجال ده صح على المنصة، لازم تبني ثقة. يعني لازم تقدم محتوى مجاني كتير على الصفحة بتاعتك عشان الناس تثق فيك، وبعدين تبدأ تشتري أو تشترك في الكورسات بتاعتك. لازم يبقى في إثباتات للنتائج عندك، يعني اللي اتعلموا معايا مثلا عملوا كذا وكذا وكذا. فدايما كمان لازم تخلي عندك بلان منظم وواضح في مجال التعليم والكورسات. المجال اللي بعده مجال الأكل البيتي والحلويات. الناس طبعا بتاكل بعينيها الأول، ولو الصورة حلوة بتحفزهم إن هم يشتروا حتى لو هم مش جعانين. فالمجال ده محتاج منك بكل اختصار شغل نظيف جدا. يعني الطعام في التصوير لازم يكون بيلمع ويبان كده إن هو طازج. السعر لازم يكون مناسب وسهل الوصول ليه. الحاجة التالتة والمهمة جدا في المجال ده التوصيل. يعني مفيش حاجة بتعصب الزبون أكتر من الطلب اللي يوصل بايظ، فلازم تهتم بالنقطة دي لو أنت هتسوق لمنتجات أكل بيتي أو حلويات على منصة انستجرام. اللي ينجح في المجال ده أو اللي ينجحك في المجال ده إن أنت تعمل براند لنفسك، وتخلي الأكل في البراند بتاعك ليه هوية كده وطابع خاص يعني. ده بالنسبة لمجال الأكل البيتي والحلويات. المجال اللي بعده مجال الحيوانات الأليفة. يعني إيه الحيوانات الأليفة؟ ده مجال من أكتر المجالات اللي بيكون فيها ولاء عاطفي. يعني صاحب الحيوان ده أو اللي عنده حيوان بيكون مستعد إن هو يدفع أكتر عشان يريح الحيوان ده أو يفرحه. فأنت لو بتبيع أكل أو لعب أو لبس أو حتى إكسسوارات خاصة بالمجال ده، فأنت محتاج إن أنت تقدم محتوى ظريف وجذاب، يعني صور وفيديوهات لطيفة للحيوانات. اهتم بالخامة والجودة، وافهم إن لكل نوع طبعا بتبقى ليه احتياجاته الخاصة. المجال ده ممكن ما يكونش منتشر جدا، بس من أكتر المنصات اللي ممكن تقدر تبيع فيها المنتجات دي هتلاقيها هي منصة انستجرام. المجال اللي بعده وهو مجال الهدايا المخصصة. مجال الهدايا المخصصة، الناس طبعا دايما بتدور على أفكار مختلفة للهدايا، خصوصا لو فيها لمسة شخصية، زي اسم مثلا أو صورة أو حرف أو ذكرى. الميزة هنا إن المنتجات مش بس بتكون حلوة، لا كمان بتلمس المشاعر. فالسعر بيبقى مش عائق هنا. خلي عندك لو أنت شغال في المجال ده، خلي عندك كتالوج كده على منصة انستجرام، وده طبعا هنتعلمه في الفيديوهات الجاية ازاي نعمله بالتفصيل. الكتالوج ده يكون عبارة عن أفكار متنوعة، زي مناسبات مثلا عيد ميلاد، خطوبة، تخرج وغيره. لازم يكون عندك تصميمات كتير، وطبعا لازم تقدم طرق تغليف مبتكرة، وتشرح الكلام ده كله في فيديوهات مصورة بجودة كويسة عشان تقدر تحقق مبيعات في المجال ده. المجال اللي بعده هو مجال الرياضة والصحة. الناس دلوقتي بقت تهتم برشاقتها وصحتها، وده طبعا بيخليهم يدوروا على أدوات التمارين المنزلية، منتجات الدايت أو الأكل الصحي، بيدوروا برضو على المكملات الغذائية. فالمجال ده بيكسب، بس محتاج منك مصداقية. يعني وضح الفايدة الحقيقية من المنتج بتاعك.
لأن العميل اللي بياخد منك منتج معين هو اللي بيروج لك للمنتج بتاعك. رد على كل الاستفسارات الطبية حتى لو الاستفسارات دي كانت مجانية، لأن العميل اللي بيستفسر النهاردة وبيلاقي ردود منك هيشتري منك بكرة. وخليك دايما في المجال ده داعم ومشجع للناس، يعني دايما حفزهم وشجعهم ان الحاجة اللي انت هتتبعها لهم او المنتجات اللي انت هتبيعها لهم اكيد هتغير من طابع الخاص لحياتهم. طيب، المجال الأخير معانا اللي احنا هنتكلم عنه، هو طبعا في مجالات تاني بس أنا اختصرت لك أكتر مجالات أنت ممكن تكسب بيها أو تكسب منها لو أنت سوقت لها في منصة انستجرام. المجال الأخير معانا هو مجال الخدمات الرقمية. زي إيه؟ زي التصميم مثلا أو المونتاج، يعني إدارة السوشيال ميديا. ده على فكرة مجال مربح جدا ومفيهوش ولا مخزون ولا شحن، انت بس بتبيع مهاراتك. فالمفتاح هنا ان انت تعرض شغلك للعميل بكل الطرق. خلي شغلك واضح وسهل، يعني يتفهم بسهولة، العميل يقدر يفهم شغلك بسهولة. اعمل باقات متعددة بقى، للتصميمات، لحزمة البوستات مثلا، لفيديو كامل، للمونتاج. وهتلاقي برضو مبيعات بشكل كويس على منصة انستجرام. طبعا انا عايز اقول لك برضو المجالات دي كلها كويسة على منصة انستجرام وتقدر تحقق منها مبيعات كويسة. بس برضو الدولة اللي انت بتروج فيها على المنصة بيبقى ليها دور. يعني مثلا لو انت هتسوق في دول الخليج، فدايما منصة انستجرام بتبقى هي اقوى من باقي المنصات. انما في مصر هنا هتلاقي الفيسبوك طبعا اقوى شوية وهي المنصة الاشمل. بس المجالات اللي انا قلت لك عليها، لو انت اتبعت النصايح اللي انا قلت لك عليها في كل مجال، ان شاء الله هتبيع بشكل كويس وتبدأ تشتغل اونلاين صح على منصة انستجرام. خلاصة الكلام اللي انا عايز اقوله لك، انت مش مهم تبدأ بايه، المهم ان انت تبدأ صح. يعني لو لسه محتار، فكر في المجال القريب لقلبك، ايه اللي تقدر تشتغل عليه يوميا بدون ملل. وابدأ صغير واختبر واحدة واحدة، وبعدين عدل وطور من الطريقة اللي انت بتقدم بيها منتجاتك. وإن شاء الله تكون المنصة دي مربحة ليك. ده بخلاف طبعا إن أنت تقدر تربح من منصة انستجرام عن طريق الريلز والستوري والفيديوهات والكلام ده كله. طبعا هنشرحه بالتفصيل في الفيديوهات الجاية وبشكل عملي. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. لو شايف ان انت استفدت من الفيديو، اعمل سبسكرايب واضغط لايك، واكتب لي في التعليقات ايه هو المجال اللي انت حابب ان انت تبدأ بيه وتسوق له على منصة انستجرام. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر. وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.